صباح الخير بالليل على حسب توقيتكم. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة الترند اللي قالب الدنيا، دونر الكباب التركي. لازم بجد تجربوا الترند ده لانه يستحق التجربة بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهنعمل معاه بقى صوص للمشاوي، ولكن الطعم بجد رهيب. ممكن تعتمدوه لأي مشويات عندكم، سواء كفتة، برجر او فراخ مشوية، بيبقى حلو قوي مع المشويات عموما، وبجد هياخد الطعم معاكم لحتة تانية خالص. بس لو اول مرة بقى تتابعوني، ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة معايا بصلاية كبيرة و3 فصوص من الثوم، هضربهم ناعم جدا وهصفي منهم المية، مش عايزة اي مية في البصل خالص. والمية ديت اوعوا ترموها، خلوها كده على جنب علشان هنحتاجها، وهقول لكم دلوقتي هنحتاجها في ايه. عندي هنا بقى اللحمة، تقدروا تستخدموا نص كيلو او كيلو زي ما انتوا حابين، الكمية اللي انتوا عايزينها. ضفت عليها بقى التوابل، ملح وفلفل وبهارات لحمة وبابريكا، وكمان رشة كده بسيطة من جوز الطيب، لو مش متاحة عادي جدا ما تضيفوهاش، وكمان شوية كده من الشطة، بس دي طبعا اختياري. وبعدين ضفت معلقتين من الزبادي، وضفت بقى البصل والثوم اللي احنا ضربناهم ناعم جدا، وركنت المية بتاعتهم على جنب علشان هحتاجها بعد شوية. ودلوقتي هفضل كده اعجن في اللحمة كويس جدا لحد ما تعمل انسجة معايا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وتقدروا كمان في الخطوة دي تستخدموا الكبة، هتبقى اسهل عليكم، وكده تبقى جاهزة معايا. وطبعا مهم جدا اللحمة يكون فيها نسبة دهون 25% علشان تديكوا طعم حلو وفي نفس الوقت تبقى جوسي. الكمية اللي انتوا شايفينها دي كانت كيلو من اللحمة، قسمته على 4 قطع. لو هتعملي نص كيلو بس هتقسميهم على قطعتين. هجيب بقى ورقة زبدة على قد الصينية اللي هدخلها الفرن، وهاخد قطعة اللحمة الاولى وهبدأ ابططها كده بالسباتيولا، وبعدين احط عليها ورقة كمان من الزبدة من فوق، وهبدأ افردها كده كويس جدا لحد ما الورقة كلها تبقى بسمك واحد. وممكن كمان تدهنوا ورقة الزبدة قبل ما تحطوا عليها اللحمة بشوية كده بسيطة من الزيت، علشان تضمنوا انها ما تلزقش معاكم في الفرن. واحنا بنفرد بقى اللحمه، لو طلع منها اي زيادات كده باخدها عادي بالسباتولا، وابدا احطها في الحتت الفاضيه علشان كلها تبقى مظبوطه معايا. وبعد ما بخلص بشيل ورقه الزبده وابدا الفها رول بالشكل ده، واحطها بقى في الصينيه او الصاج اللي هيدخل الفرن. وبنفس الطريقه هعمل بقى الرول التاني. شايفين بقى مفيش اسهل من كده. على فكره ممكن كمان الصينيه او الصاج اللي هتدخلوها الفرن تحطوا فيها الاول ورقه من الفويل وبعدين ورقه من الزبده، علشان اي دهون بتنزل وسوائل ما تلزقش في قلب الصينيه معاكي، وتبقى سهله معاكي في التنظيف. انا بصراحه عملت كده، وبعد ما سويت الكباب في الفرن شلت على طول ورقه الفويل، وكان الصاج نضيف زي ما هو، ما تبهدلش ولا اي حاجه. يعني بما انها وصفه سهله وسريعه، فما فيش داعي بقى نبهدل الصاج بتاعنا او الصينيه اللي هندخلها الفرن. وبعد ما خلصت كده الاربعه زي ما انتم شايفين كده، الصاج عندي فرشاه الاول بالفويل وبعدين بورق زبده، وبعدين رصيت عليه الرولز كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ودلوقتي هجيب بقى شويه كده من الفلفل اخضر واصفر، وممكن كمان احمر المتوفر عندك، وشويه كده من فصوص الثوم وطماطمايه، وهرش عليهم كده رشه من زيت الزيتون ورشه من الملح وشويه كده من الفلفل الاسود. والخضار ده على فكره مهم جدا لانه هيبقى مكون اساسي معانا في صوص المشويات اللي هنعمله مع بعض. ادخل الصاج الفرن على درجه حراره 200 لمده تقريبا 35 دقيقه، ولحد ما الكباب يستوي بقى معانا. هنجهز سلطه المشويات، بصل جوليان وبقدونس، معلقه من الخل، عصره ليمونه، وكمان ملح وفلفل، ومعلقه صغيره من السماق، واللي بيديها طعم المميز والمزز اللي بناكله مع المشويات. وفي الاخر ضفت معلقه كبيره من زيت الزيتون. هقلب بقى البصل كويس جدا مع التوابل والبقدونس، وده الشكل النهائي للسلطه. وكده بقت جاهزه معانا. وفي الوقت ده كان الكباب استوى معانا زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله عليه، مش لازق في ورق الزبده ولا حاجه، وبجد ريحته تحفه. عايزه اقول لكم بجد دي من افضل الترندات اللي جربتها، يعني انتوا لازم تجربوها بجد، يعني مش هتبطلوا تعملوه، بجد لذيذ جدا. واللحمه طالعه دايبه زي ما انتوا شايفين اهوت، تحفه.
حرفيا بجد تحفة. فتحت بقى كل الرولز بالشكل ده وطلعت كلها مستوية نفس السوا، يعني زي بعض بالظبط، مفيش واحدة مستوية والتانية لا كلهم مستويين كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. المفروض بقى في المرحلة دي بنقطع الكباب قطع صغيرة كده وندخله تحت الشواية، بس انا بصراحة مش هقطعه وهسيبه قطع كبيرة كده زي ما هو، هفرده بالشكل ده. هدخله بقى تحت الشواية 5 دقايق. بس عايزة اقول لكم ان اللحمة بعد ما دخلت تحت الشواية وخرجت حسيت انها نشفت شوية، فانتوا لو حابينها تفضل جوسي ومحافظة على العصارة بتاعتها يعني مش ناشفة، بلاش تدخلوها تحت الشواية لانها بجد هتفرق معاكم جدا في اللحمة، يعني لو طرية وجوسي بتبقى احلى بكتير. ودلوقتي تعالوا نعمل مع بعض صوص المشاوي الرهيب اللي هيودي الطعم في حتة تانية خالص. هنجيب بقى مية البصل اللي ركناها على جنب واللي قلتلكم ما ترموهاش عشان هنحتاجها، هنحطها في الخلاط تاني. وبعد ما نحطها في الخلاط كده هنحط عليها باقي علبة الزبادي اللي احنا كنا واخدين منها معلقتين، وعليها كمان معلقتين كبار من الطحينة، ومعانا كمان الخضار اللي احنا شويناه في الفرن. هناخد كده قطعتين من الفلفل وناخدهم بدون القشر، والقشر بتطلع معايا بكل سهولة. وكمان حطيت الثوم وقشرت كمان الطماطمايه وحطيتها، وحطيت كده معلقة من زيت الزيتون وملح وفلفل وبابريكا وشوية كده من الشطة، ودي طبعا اختيارية، اللي ما بيحبش السبايسي ما يحطهاش. واخر حاجة معايا رشة بسيطة كده من الكمون. هضرب بقى كل الحاجات دي مع بعض في الخلاط ودوقوا بقى احلى صوص للمشاوي هتاكلوه في حياتكم، بجد طعمه رهيب جدا. شايفين هنا قوامه مظبوط، بس على فكرة لسه هيتقل كمان شوية لان الخضار لسه سخن يعني طالع من الفرن، فبعد ما بيبرد كمان بيتقل شوية. وبس كده تعالوا علشان نحضر السندوتشات بتاعتنا. جبت كده خبز تورتيه وبدأت ادهنه كده بالصوص اللي احنا عملناه، وبعدين حطيت قطع الكباب، وبعدين حطيت سلطة المشاوي اللي عملناها مع بعض، وبعدين اخدت كده قطع من الفلفل المشوي اللي كنا برضو شاويينه في الفرن، وبدأت اقفل الساندوتش بالشكل ده. وبعد ما اقفله هديله بقى تحميصه كده في معلقه زبده علشان يقرمش معايا وياخد لون حلو. ممكن كمان تخلوها حاجه صحيه جدا، تجيبوا خبز الحبه الكامله زي دوت بالظبط كده، ده عيش تورتيه ولكن بالحبة الكاملة عشان يبقى صحي للناس اللي عاملة دايت، وهو تجديد برضو عن الوصفات اللي هم بياكلوها، فيعني ياكلوا كل اللي نفسهم فيه ولكن بطريقة صحية. ممكن كمان تستخدموا العيش الشامي او اي خبز عندنا في البيت، كله هينفع وبيبقى طعمه حلو جدا مع الكباب. والصوص ده بجد هيودي الطعم كمان في حتة تانية خالص زي ما قلتلكم، وهيفرق معاكم بجد. لازم تجربوا الوصفة كلها على بعضها كده بالصوص بالكباب، حاجة بجد لذيذة جدا يا جماعة، وتغيير برضو عن اللي متعودين عليه. وكمان بتعمل كمية حلوة جدا من السندوتشات، يعني هتوفر معاكم جدا جدا. شايفين بقى يا جماعة تفاصيل الساندوتش من جوه بجد تفتح النفس. بس نصيحتي ليكم بلاش تدخلوا الكباب تحت الشواية بعد ما يستوي علشان هينشف منكم، مش هيبقى طري قوي زي ما كان في الاول. وكده عملنا احلى دونر كباب بطريقة سهلة جدا، وكمان عملنا صوص لذيذ وسهل جدا وبسيط وسريع، ولكن طعمه هياخد الكباب والمشاوي بتاعتكم في حتة تانية خالص. جربوه بقى واتمنى يعجبكم، وكتروا الشير واشوفكم على خير.